7 مفاتيح لتفريج الكروب ورفع البلاء من القرآن والأذكار النبوية. 1. الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 2. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. 3. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء ل100 داء أدناهم الهم. 4. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. 5. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والبلاء يناجي الله بهذا الدعاء. 6. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في يومه 7 مرات كفاه الله همه في ذلك اليوم. 7. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، أي أنزل عليه 10 رحمات، رحمة منهم واحدة كفيلة أنها تزيل همك وغمك. كل ما تحس بهم وغم وكرب اختار واحد من الأذكار ال7 ورددها، يهدى قلبك ويطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.